السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة قناة مصر أم الدنيا من أفضل القنوات على النايل سات على تردد حزمة عامة يمكن التقاطها في جميع البلدان، وطريقة تنزيل القناة على الريسيفر. أنا ناصر من قناة تويا فور. الرجاء دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، ولو عجبك الفيديو دوس لنا لايك ليصلك كل جديد في مجال الريسيفر والدش. دلوقتي من ريموت الريسيفر بتاعنا هنبدأ ندور على زر منيو وهنبدأ ندوس عليه عشان تبدأ تظهر لنا الأيقونات دي. فابدا ادور على ايقونه التركيب وابدا ادوس اوكي من الريموت كنترول. هتظهر لي القايمه دي، هبدا اختار منها كلمه قائمه الترددات وبرضك هدوس اوكي. هتظهر لي القايمه دي، هبدا اتاكد ان القمر هو النايل سات. بعد كده زي ما اتعودنا مع بعض لاضافه تردد جديد هيكون عن طريق الزر الاحمر في الريموت كنترول، فهبدا ادوس عليه. هيدي لي القايمه دي فيها التردد ومعدل الترميز والاستقطاب. بالنسبه للتردد هيكون 11602، ده بالنسبه للتردد. معدل الترميز هيكون 27500. الاستقطاب هيكون افقي. وبعد كده هبدا من ريموت كنترول ادوس على زر اوكي. لو اداك مرسل موجود يبقى معنى كده التردد موجود عندنا. كل اللي احنا هنعمله اللي احنا هندوس على زر اوكي عشان يعمل لنا علامه الصح دي. بعد كده زي ما اتعودنا مع بعض البحث عن التردد عندي هيكون عن طريق الزر الازرق في الريموت كنترول، فهبدا ادوس عليه. هيدي لي القايمه دي فيها بحث عن الشبكه ونوع القناه. بحث عن الشبكه هنخليها اغلاق، اما نوع القناه فمجانيه، وابدا ادوس اوكي. زي ما انتم شايفين بدا يعمل معايا باحث. في النهايه التردد ده هينزل معايا 19 قناه. هيقول لي حفظ نتيجه البحث، هنيجي على نعم وندوس اوكي. حفظ البيانات بردك هندوس اوكي. بعد كده هبدا انزل تحت قناه واحد عشان اشوف القناه اللي نزلت معايا. زي ما انتم شايفين القناه نزلت معايا على التردد الجديد، وهتكون نازله تحت اسم قناه العمده تي في. وفي النهايه ارجو ان ينال الفيديو اعجابكم، ولو قابلتكم اي مشكله اكتب لي في التعليقات، وشكرا لكم.